رياضة أم مسرحية؟ قضايا بودريق ونصيري تكشف وجها صدما للكرة المغربية. يبدو أن الكرة المغربية لم تعد مجرد لعبة تمارس فوق العشب، بل أصبحت مسرحا كبيرا تتقاسم بطولته وجوه كانت تقدم للجمهور كمنقذين ومستثمرين قبل أن تسقط الأقنعة فجأة. حكم ب5 سنوات نافذة على محمد بودريقة ومتابعة سعيد النصيري في ملفات متعلقة بالمخدرات. مشاهد لم يكن يتوقعها حتى أكثر المتشائمين. لكن المفاجأة الحقيقية ليست في الأحكام نفسها، بل في الصمت الثقيل الذي يخيم على الجامعة، وكأن الأمر لا يعنيها، أو كأن الفرق تسير نفسها بنفسها في كوكب آخر. والأغرب أن بعض هذه الأسماء كانت تنفق الملايين على الأندية، بينما الجمهور يسأل اليوم: من أين كانت تأتي كل تلك الأموال؟ سؤال بسيط، لكنه مزعج للبعض. ثم نصل إلى فوزي الأقجع، رئيس الجامعة، الذي تحوم حوله بدوره أسئلة كثيرة، خصوصا بعد قصة تذاكر مونديال قطر التي ما زالت تفاصيلها غير واضحة. ومع ذلك يبدو الرجل محصنا ضد كل موجة، لا مساءلة ولا توضيح، فقط صمت يثير الشبهات أكثر مما يطفئها. هل وصل الفساد إلى هذا الحد؟ ربما. لكن الأخطر من الفساد نفسه هو هذا الإحساس بأن هناك أشخاصا فوق المحاسبة، وأن بعض الكراسي محمية أكثر من صورة الرياضة الوطنية. الخلاصة: ما يحدث اليوم ليس سوى الجزء الظاهر من جبل جليد ضخم. وإذا استمرت الأمور هكذا، فسيأتي يوم لا نجد فيه لا ضربة بداية ولا صافرة نهاية، لأن الملعب كله سيكون خارج القانون.